المخرج احمد عبد الباسط برحب بيكي النهارده. اهلا بيك شرفتونا. انا طبعا مبسوطه جدا من نزول الفيلم. الحمد لله. الف مبروك. شكرا الحمد لله. خطه بديله اسمه كده. صح. بلان بي، خطه بديله. خطه بديله. عايزه اعرف بقى نازل بكام نسخه وايه سبب العطله؟ انت كنت قايل من فتره ونازل وما نزلش. كان في بس اجراءات روتينيه شويه في مصلحه الجمارك، اجلت ان احنا نستلم النسخ، ما عرفناش ناخدها، فاضطرينا ناجله من 28 ل 4/2. الحمد لله. توقيت نزوله في الوقت ده شايف ان هو مناسب الناس هتدخله؟ هو نزوله كان المفروض ينزل في نص السنه، اتاخر اسبوع، بس ان شاء الله احنا بنراهن ان الناس يعني على جمله لورد اوف ماوث، اللي هو ان الناس هتقول لبعضها، وان احنا عاملين كامبين كويس في التي في وفي الاوت دور. لا فعلا يعني ما شاء الله. خطه بديله هو تجربه مختلفه، ده اول تجربه ليك طويله؟ بالظبط انا في الاساس مخرج اعلانات وميوزك فيديو، ده اول تجربه سينمائيه روائيه طويله. عايزه اعرف ايه اللي شجعك على اخراج الفيلم؟ الورق حلو، من نوع السسبنس اكشن، احنا قعدنا كتير ما يقارب سنه بنحضر فيه او 8 اشهر يعني، بس الحمد لله ان هو نوعيه يعني اكيد لما حضرتك شفتيه بيخلي الناس تشغل مخها، فده شيء كويس. اختيار بقى حضرتك الابطال، يعني لاقيين بطلين مش بطل واحد، هو كلهم ابطال في ادوارهم. طبعا كلهم كتير، كل واحد ادى دوره حلو قوي زي انا ما كنت متصور ومتخيله، كله كان انكاست الحمد لله. موضوع الاغتصاب كان صعب شويه. بس هو واقع، للاسف هو واقع. بتنتمي للمدرسه الواقعيه اكتر ولا مش بتحب التصنيفات دي؟ يعني انا لا يعني ما بحبش التصنيف، بس انا مقتنع ان السينما هي مراية المجتمع. احنا مش هنبين ان احنا المدينه الفاضله واحنا عندنا مشاكل كتير، لا لازم نحكي الواقع. والحمد لله ان فيلمنا حصلت ظروف الفتره الاخيره اكدت كلامنا كله، مع ان احنا عاملينه من قبله يعني بكتير. القانون والقضاء لسه ما زال بيعتمد على الورق للاسف المستندات مفيش قانون، الموضوع ده. مفيش. احنا بندعو لدعم روح القانون اكتر، يعني مش كل حاجه ادله، ويعني هو حقهم، بس انا مش متخصص فما اقدرش اقول برضه، عارف انا شغلتي السينما او الاخراج او التصوير، فما اقدرش برضه قلقان ان انا اقول حاجه ممكن يكون هم صح فيها، يعني انا ما اعرفش هم، اصل هم برضه لو حطينا نفسنا مكان اي قاضي هحكم ازاي؟ مش على هواي، لازم ورق ومستندات، لازم يعني. الصراع كان بين تيم وخالد كان صعب جدا، وقدرت توصله بطريقه مختلفه. اكيد تعبك وانت بتحضر له وانت بتقدمه. قوي مشهد الاغتصاب هو اللي كان صعب، ان انا الصراع فيه او التحدي ان انا اعمل مشهد مهم بطريقه شيك، ان الناس ما يبقاش مشهد فج، ما الناس يعني ما يبقاش فيه خجل، ما يبقاش الناس خايفه، ما يبقاش لو في اطفال يخشوا ما يلاقوش او كده، فالحمد لله اعتمدت على الرمزيه شويه فيه والساوند تراك وظبط الحمد لله. كله قال لك نفس فكره قضيه نسب، اللي هو بتاع يسرى، وربطوا ده بده زي ولاد الوزراء اللي اغتصبوا والجو ده. لا لا ما شفتش لا خالص ما شفتش ده، ما اعرفش ده فيلم ايه، بس اعتقد لا ده مسلسل كان بتاع استاذه يسرا 2010 او كده. لا بس غيره خالص، احنا بنتكلم على حاجه تانية، احنا بنتكلم على لا احنا بنتكلم عن ثغرات القانون، في افلام كتير كانت عن القانون، بس احنا بنتكلم عن موضوع مهم كل الناس بتعاني منه، اكيد كلنا بنعاني منه. طبعا انت معاك شباب كتار، كنت حابب ده؟ طبعا لازم بقى، خلاص دم جديد لازم، يعني خلاص بقى انتهى عصر الناس اللي محتلين السينما بقى لها فتره دي، خلاص بقى يدونا وقت، ويا ريت الناس توعى ده وندخل دم جديد. ما خالد نعمة ان هو يرجع وانت مخرج جميل ولسه شاب. قولي هو تعاونتوا ازاي وما قعدتوا اول مره عملتوا؟ يعني قعدنا الورق اتعرض عليه، وافق على الورق، وقعدنا حضرنا، اتفقنا ان كل واحد ليه هو ممثل وانا مخرج بس، والحمد لله الموضوع كان ظريف. كان في مطاردات وفي اكشن كتير، هل ده تعبك؟ لا خالص. تحب انت الجو ده؟ الحمد لله. طبعا اعلانات طبعا الايقاع السريع، الاعلانات علمتنا ده، ان احنا ايقاعنا يبقى سريع، ما يبقاش فيه ملل وبطء وكده يعني، عشان الناس ما تملش بسرعه. طبعا عايزه برضو اعرف افلام نص السنه، كذا فيلم نازل، ما خفتش من المنافسه؟ لا الحلو بيفضل بيثبت. الحمد لله ده كلام الناس بتقول كده. الحمد لله. ابتديت تحضر حاجه جديده؟ لسه والله مستنيين اصداء البلان بي ونشوف، ربنا يسهل. انت قعدت تحضره في قد ايه؟ من شهر 8 2013 وصورنا 4/8 2014. هل انت متدخل في انتاجه؟ اه فيلم اوف ايجيبت، الشركه دي بتاعتي وبتاعت ايمن عبد الباسط اخويا، احنا المنتجين الفيلم، شركه مصريه 100%. حلو جدا ان انتوا تقفوا وتساندوا السينما في الوقت اللي هي واقفه. طبعا هي مخاطره، بس خلاص لازم نعمل كده، نو ريسك نو ريسك يعني، فلازم يعني لو كل الناس خافت مش هيبقى في صناعه. شوفي انا في بيوت كتير بتتفتح، يعني شغلانه، انا في الاساس مخرج فحاسس بالموضوع، ياما اشتغلنا، لو المعلنين او الكلاينت ما اشتغلوش احنا مش هنشتغل.